توب. عامل ايه يا امير؟ كله زي الفل. مبروك على يعني الافلام اللي موجوده في مهرجان البحر الاحمر اتفرجت السنه دي. على افلام ولا لا؟ انا لسه هشوف القصص. شفت العملاق طبعا. بجد؟ خطير وعجبك جدا. طب اقول لهم بقى. عايزين نتكلم اكتر عن الفيلمين. مستني ايه الفتره الجايه؟ بص انا الحمد لله يعني قعدت مع نفسي كده اسبوع هنا في المهرجان عشان اقول لنفسي فعلا انا يعني ان انا مبسوط بالفيلمين جدا. انا فخور بالاتنين. كل واحد في فيلم القصص بجد ادى دوره 10/10 بجد. المخرج ابو بكر شوقي عبقري عبقري عبقري. فانا مستني انك تشوف نشوفه. الفيلم بجد. ممكن من احلى الحاجات اللي عملتها في حياتي. قصة شعر كده. قصة شعر كده نيو لوك كده بولد لوك. بس انا بص انا صورت الفيلم ده بعد الجاينت العملاق على طول بعد ما شهرين. ابو بكر شافني كده قال لي لا انت حبيبي انت بص الفورمه دي مش مناسبه للفيلم خالص تماما. انت لازم يجي لك كرش كده زينا كده كلنا. كانت لحظه صعبه جدا ليا بصراحه. عارف لما تشوف نفسك في المرايه اول مره هو ايه ده انا عامل فورمه. يلا كل كشري بقى. نسيم حميد روش قوي وشايف نفسه وعنده ثقه مش طبيعيه. وكان بيعافر في وقت صعب جدا. العنصريه كانت قويه قوي في الوقت ده في التسعينات. وكان عايش في منطقه اسمها الشفيد. اغلب الناس كلهم كانوا انجليز بيض وهو الوحيد المسلم اليمني اللي في المدرسه وعرف ينجح. التاني بقى شخص خجول جدا. مش بيبقى واثق قوي في قدراته اللي هو ان هو يبقى يوصل ان هو يبقى بيانست مشهور او ناجح يبقى عنده كونشيرتو لنفسه. بس الاثنين بيحبوا المهنه يعني بيحبوا الهوبيز قوي. بيحبوا متمسكين ان هم عايزين يفضلوا في السبيسيفيك يعني هوبي بتاعتهم. انت كممثل يعني اغلب الناس هيقولوا لك ان هم يعني عمر الشريف كان دايما بيقول ان هو بيحس بالوحده. وبيحس بالوحده ليه؟ عشان كان دايما بيبقى مركز في حاجه واحده بس. ومش بيبقى مش بيبقى قادر يفكر في حاجه تانية خالص. مكالمات اي حاجه خروجات اي وات ايفر. انت فعلا انت بتبقى في معسكر. فانا ببقى صاحي من النوم مثلا صاحي الساعه 6 الصبح بروح الجيم الساعه 7 بتمرن 12 ساعه في اليوم وبتفرج على فيديوهات لنسيم. فيديوهات ليه مثلا كواليس مثلا تحضير لماتش. علاقته باخوه باباه بالمدرب بتاعه. انت فعلا ما ينفعش تفكر في اي حاجه غير الدور بتاعك خلاص. نفس الحاجه برضو لدور احمد في القصص. انا كنت بتدرب بيانو كل يوم مع دكتوره امنيه عز الدين. I love you بجد. هي خلتني احب البيانو. بص عشان احتراما للمهنه مش هقول ان انا زيهم بس هي خلتني احب البيانو قوي قوي قوي. وعلى الاقل وصلنا للنتيجه حلوه. نقطه حلوه جدا في الفيلم. وكانت بتدربني على كام حاجه كده يعني عشان على الاقل يطلع ان انا اللي بلعب يعني. طب قول لنا 3 تضحيات او حاجات خسرتها ديورنج المسيره بتاعت الفتره دي ضحيت بيها عشان خاطر الفيلمين دول او حاجات انت. الاكل. والله الاكل. والله بجد الاكل انا عايز اقول لك انا اكيل جدا جدا. وانسان يعني ببقى عندي روتين في الحياه ان انا اصحى براحتي كده من النوم كده اروح اشرب قهوه بعدين اكل ادب بقى في الاكل. ما كانش عندي البريفيليج ده يعني. كنت باكل كتير بس اكل بقى اللي هو مثلا جزر مع فراخ فاهم قصدي. اكل ارانب يعني. الحياه عامه ان انا ما كنتش بخرج. ما كنتش بشوف صحابي او اهلي او قرايبي او اي حاجه. كنت مركز قوي في حاجه واحده بس. فانت فعلا انت بتبقى بتفصل من الحياه تماما. مش هنسال سؤال تقليدي بس هو سؤال HR قوي اللي هو شايف نفسك فين كمان 5 سنين. عارف انت السؤال ده؟ بس السؤال ده بيبان ان هو يعني كليشيه وهزار بس هو ليه معنى كده. كل حاجه والله. انا بص انا هقول لك على حاجه. انا لسه فاتح
شركه انتاج من 3 شهور. نفسي اشوف يعني ان ده يبقى لسه، انا لسه هبقى لسه مكمله يعني، لسه بادئ. فاول مره اشوف نفسي كبروديوسر برضو، بس التركيز على قصص جايه من العالم العربي. الشركه اسمها حلم وورلد او هيلم وورلد، هي دبل مينينج يعني. عندنا مخرج نومينيتد للاوسكار مرتين. وعندنا فريق عمل. انت عملت تيم؟ عملنا تيم اوريدي، جامد. عملنا تيم افنجرز. اوكي. فان شاء الله خير يعني. فلو التجربه دي نجحت، اتمنى بعد 5 سنين ان احنا اوريدي عندنا سليتس تانية، افلام تانية او حاجات تانية. طب بما انك خلاص انت دخلت سكه الانتاج، فهنلعب معاك لعبه بسيطه كده ليها علاقه بالانتاج والافلام. اوكي. وانت في فيلم عايز تنتجه او انت عايز تعمله في جنرا معينه تقول لنا عليه، وهنعمل كاستنج للعمل ده، وهنعمل بوستر بالاي اي، وهنسمي العمل ده ونشوف الفيلم ده يبقى عامل ازاي. هيكون ايه الجنرا بتاعته او ايه نوعه؟ والله بص، انا اول حاجه جت في بالي كاتش مي اف يو كان، يبقى دور توم هانكس يبقى محمود حميده. تمام ماشي. اكشن، هو اكشن ثريلر كده. الشخص النصاب. نصاب. مين ممكن يبقى نصاب؟ يبقى كريم قاسم. واحده مثلا الشخص اللي بتحب النصاب. انتصار. انت ما شفتش الحته دي، انت ما كنتش متوقع ان انا هقول انتصار خالص. شفت بقى؟ بتعشق النصاب. مين ابو النصاب اللي بيحاول يخليه يتوب؟ يا ابني ارجع لصوابك، بطل اللي بتعمله ده. توب. ايوه. مش عايز اكبره، بس الاستاذ اشرف عبد الباقي. طب هنسمي اسم الفيلم ده ايه؟ توب. بس كده. بس جامد جدا. عامه هنعمله بالاي اي وهيطلع دلوقتي على الشاشه، وهنشوف الكاست اللي انت اخترته ده. طب حلو جدا.